المبكبكة باللحمة من أكلاتي المفضلة، ولازم أعملها على الأقل مرة كل أسبوع. أكلة سهلة وسريعة، وكفاية إنها كلها بتتعمل في حلة واحدة. والطعم أنا هسيبهولك انتي تجربيه وتحكمي عليه بنفسك. يلا قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة بتشوفيني أنا سمر رضوان، ما تنسيش تعملي اشتراك للقناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا بسرعة نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. اول حاجه رفعت حله على النار، بس اهم حاجه ان الحله تكون كبيره لاني هسوي فيها اللحمه والمكرونه كله في نفس الحله. نزلت فيها بمعلقه صغيره من السمنه البلدي وشويه زيت، حوالي 4 معالق كبار. واول ما السمنه والزيت سخنوا كويس، كان معايا لحمه قطعتها مكعبات صغيره عشان تستوي معايا بسرعه. بعد كده نزلت باللحمه تاخد صدمه من كل ناحيه، النار وقتها تكون متوسطه، ما هديش النار عشان اللحمه ما بتنزلش السوائل اللي جواها. مش بقلب اللحمة خالص غير لما تاخد لون من ناحية، واول ما تاخد اللون بقلبها على الناحية التانية على طول. واول ما تغير لونها من كل ناحية نزلت عليها ببصلاية متوسطة كنت مقطعها مكعبات صغيرة، وبدأت اشوح البصل مع اللحمة كويس قوي حوالي تشويحتين كده. وبعد كده نزلت عليهم ب3 فصوص توم كبار كنت مقطعاهم مكعبات صغيرة، وشوحت برضو التوم مع البصل واللحمة. وبعد كده نزلت بالتوابل. التوابل اللي هستخدمها في الوصفة كلها هي معلقة صغيرة من معالق التوابل صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة من ال7 بهارات او بهارات لحمة المتوفرة عندك. انا مش بحط الملح دلوقتي لان الملح بيأخر من سوى اللحمة، عشان اساس المبكبكة لازم تكون سبايسي، فعشان كده نزلت بقرنين فلفل حامي لو انت بتحبيها حامية قوي. لو بتحبيها يعني نص نص خليكي في واحد، لو مش بتحبيها سبايسي اصلا بلاشهم خالص. وشوحت برضو قرون الشطة مع البصل والثوم واللحمة. وبعد كده نيجي بقى للطماطم. لو هتستخدمي طماطم فريش يبقى انا عايزه كوبايتين كبار من عصير الطماطم، ولو الطماطم عندك لونها مش احمر كفايه ممكن تدعميها معلقه او 2 من معجون الطماطم اللي هي الصلصه. انا مفرزه صلصه في الفريزر، فانا نزلت بكيس من الصلصه. وبعد كده نزلت بميه مغليه، غطيت اللحمه زي ما انتوا شايفين كده. وهنا زودت مكعب مرقه، بتديها طعم حلو قوي، بس ده اختياري، لو مش حباه خلاص شيليه بلاشه خالص. بعد كده هديت النار خالص لحد ما اللحمه تستوي شويه، كنت ببص عليها لو احتاجت ميه زود لها. انا ما احتاجتش معايا ميه، واستوت وبقت الميه نزلت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده اللحمه استوت كويس. انا بدات احط الملح بقى دلوقتي، قلبت كويس، وبعد كده نزلت بالمكرونه. انا استخدمت كيس مكرونه 400 جرام. الاستخدام الشائع للمكرونه في المبكبكه هي المرمريه، اللي هي الحجم الصغير اللي هتشوفوه دلوقتي، معروفه المبكبكه بشكل المكرونه دي. وبعد كده نزلت بالمكرونه على اللحمه وقلبتها معاها كويس. بعد كده زودت الميه مغليه غطيت بيها المكرونه واللحمه، وظبطت الملح. وبعد كده هديت النار خالص، ما بيعديش دقيقه دقيقه ونص، انا لازم اقلب المكرونه بالراحه خالص من تحت لفوق، لان المكرونه سهله قوي ان هي تلزق من تحت. فبالراحه كده، ما تقلبيش جامد عشان المكرونه ما تتكسرش منك. لو احتاجت ميه حط لها، ما احتاجتش خلاص. لحد ما استوت معايا وبقت معايا بالجمال ده. انا مش قادره اقولك اصلا الريحه كانت قلب البيت ازاي، كانت خطيره. المكرونه جوسي جدا، واخده طعم من اللحمه خطير، اللحمه مع التوابل والبصل والثوم، بجد مش عارفه اوصف لكم جمالها. زي ما قلت لك في اول فيديو، جربي بنفسك واحكمي. تعالوا بقى كده نغرف الجمال ده مع بعض. شايفين شكل المكرونه من قريب عامل ازاي؟ تحفه يا جماعه، وطريه وجوسي جدا. شايفين؟ واللحمه كمان مستويه ودايبه. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، تشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديدة ان شاء الله تنال اعجابكم. اخيرا ما تنسوش اللايك والشير.